اتنين أعمدة متوصلين بكوبلين لازم يكونوا على خط واحد أفقيا ورأسيا، يعني لازم المحور بتاع الموتور يكون على نفس محور الترومبة، سنتر في سنتر. ما ينفعش واحد أعلى من التاني أو واحد ميال على جنب، لأن أول ما يحصل عدم محاذاة أو مس ألاينمنت حتى ولو بسيط جدا بيبدأ الكوبلين يشتغل وهو مايل، وكمان بيسحب العمود معاه كل لفة، وهتسمع صوت كأنه في خبط خفيف كده كل شوية. ولو قربت من الكوبلين وبصيت كده من الجنب هتلاقي ان العمودين مش في نفس السنتر. ساعتها هتفهم ان المشكلة مش في البلي ولا حتى في الترومبة، المشكلة في المحاذاة والالاينمنت نفسها. الكوبلين لما يكون مش في نفس خط العمودين بيشتغل تحت اجهاد زايد، بدل ما ينقل الحركة بس بيبدأ يعافر في كل لفة عشان يلحق الزاوية الغلط اللي معمول بيها، وده بيولد اجهادات ديناميكية غير متزنة بتتوزع على البلي والعمود والجلب والترومبة كلها، وده مع الوقت بيعمل تآكل غير منتظم في رمان البلي وزيادة في الحرارة حوالين الترومبة، وتحميل غير متوازن على العمود ممكن يخليه يحدف أو يعمل انحناء بسيط، وفك أو كسر في أرجل الترومبة والقاعدة بسبب النبضات اللي بتحصل من التحميل الغلط. الفني ممكن يسمعه ويفتكر إن ده طبيعي، وبعد فترة لما البلي يبوظ فعلا يقولك ما أنا كنت سامع صوت بقاله فترة، ويغير البلي ويفضل كل شوية يغيره أو كل فترة يغيره، بس المشكلة ما اتحلتش. الوقاية بقى من كل ده بسيطة جدا ومش مكلفة، وده اللي دايما بحاول أوصله للناس، إن مش لازم تشتري جهاز ليزر ألاينمنت ب100,000 جنيه عشان تظبط عمودين. انت ممكن تعمل شغل كويس جدا بمسطرة حديد تقيلة ومسطرة صغيرة مستقيمة وورق فيلر أو الفيلر جيج. أول حاجة بتبدأ بيها قبل أي قياس إنك تتأكد من القواعد ثابتة ومشدودة كويس. طيب ليه؟ لأن أي ميلة أو رجل بايظة في القاعدة أو في الموتور هتديك قرايات مضروبة وكل شغلك هيتلخبط. فنشيك على قاعدة الموتور ونظافتها وإنها محطوطة بشكل مستوي مفهوش ميل عشان ما تحصلش مشكلة السوفت فوت. بعد كده تمسك ورق الفيلر أو الفيلر جيج وتبدأ تدخل ما بين رجل الموتور والقاعدة اللي تحتها عشان تقدر تحس بفرق 1/10 مليمتر. ولو حسيت إن في رجل مش لامسة الأرض كويس يبقى تحط تحتها شمزات بالأبعاد المطلوبة لحد ما تظبط الوضع تمام وتحل مشكلة السوفت فوت. بعد كده خطوة القياسات، وهنا على حسب الإمكانيات اللي معاك، إذا كنت هتستخدم مسطرة مستقيمة وفيلر أو إذا كنت هتستخدم ساعة أو دايل إنديكيتور. خلونا نتكلم عن الطريقة الأسهل ونفترض إن معاك مسطرة وفيلر. هتمسك المسطرة المستقيمة أو الدايل جيج لو متوفر وتقيس المسافة بين العمودين في أكتر من اتجاه، من فوق ومن الجنب ومن تحت. ولو لقيت مثلا إن المسافة من فوق أكبر من تحت يبقى في زاوية انحراف، وده معناه إنك محتاج ترفع أو تنزل جهة معينة من الموتور أو الترومبة لحد ما المسافات تبقى متساوية. وناخد بالنا واحنا بنركب الكوبلين، لأن لازم نتأكد إن الكوبلين داخل بكل سلاسة ومتثبت بدون تحميل جانبي أو ضغوط غير طبيعية. بعد ما نظبط المحاذاة ما تشدش المسامير وخلاص وتمشي، لازم تشدها بالترتيب وتشوف هل في أي هبوط حصل بعد الشد ولا لأ، ويفضل بعد أول تشغيل ترجع تراجع تاني، لأن أحيانا الاهتزازات بتأثر وبيحصل هبوط بسيط. في النهاية لازم تبقى عارف إن كل ملي غلط في المحاذاة هيكلفك صيانة قدام ووقت توقف وفلوس كتير، وكل ده عشان ما أخدتش 10 دقايق تظبط بيهم الشغل على نظافة. وده السبب اللي بيخلينا أقول دايما للفنيين ما تستسهلوش.